السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا فنجان القهوة قبل المطبخ. النهاردة الجو حلو فقلت اقعد برا شوية واشرب القهوة بتاعتي وبعدين ادخل المطبخ. النهاردة هعمل كفتة رز. اول حاجة بجيب رز كده وبغسله وبطحنه. طبعا بعد ما اغسله لازم انشفه كويس جدا وبعدين بطحنه. بعد كده بجيب شبت وبقدونس وبصل توم، يعني حوالي 3 بصلات كده وشويه توم حلوين. وبعد كده نص كيلو لحمه، لو انت حطيتي ربع رز تحطي نص كيلو لحمه. بعد كده بتجيبي البهارات: بابريكا، كزبره ناشفه، فلفل اسود، ملح، وبتاخدي شويه بشويه وبتطحنيهم كويس جدا. طبعا لو المطحنه عندك كبيره او الكبه عندك كبيره بتحطيها كلها، لكن انا عشان كنت مستخدمه الكبه الصغيره فعملت شويه بشويه. بعد كده بعجنها كويس جدا وبغطيها وبحطها في التلاجة. مش بصبعها قبل ما بحطها في التلاجة، لازم احطها حوالي ساعتين في التلاجة عشان ما تلزقش في ايديا. وبعد كده بحمرها في الزيت. طبعا في ناس بتعملها ارفع من كده واصغر، بس انا حبيت اعملها بالطريقه دي لان انا هحطها في الفرن هعملها بطريقه مختلفه شويه. بعد كده حمرتها كلها. بعد كده هروح اعمل صوص الطماطم: فصين توم كده مفرومين. بعد ما احمرهم بنزل بصوص الطماطم او بعصير الطماطم. بعد كده بنزل بالبهارات بتاعتي، نفس البهارات اللي انا حطيتها في الكفته الاول بس عليها كميه اقل شويه. بعد كده لما بتتسبك عندي بزود ميه، بقلبها كويس. في ناس بتحط الكفته على طول، لكن انا بحب اضيف اضافه من عندي كده بطاطس، بتخلي طعم البطاطس حلو جدا الكفته، فبضيف بطاطسيه واحده، مش بكتر يعني. عايزه تستغنى عنها عادي، بس انا بقول دي اضافه من عندي يعني. وبعد كده بحط الكفته كلها بعد ما حمرتها في الزيت. طبعا انا حطيتها هنا في صينيه فرن يعني، لان انا هحطها في الفرن مش هسويها على النار. الطريقه التقليديه بقى اللي احنا كلنا بنعملها او متعودين عليها ان احنا بنحطها في الحله وبنحط الحله على النار تستوي شويه، وبعد كده الكفته بتكون جاهزه. لكن انا حطيتها في الفرن وطلعت بالمنظر ده واستخدمتها مع رز ابيض وسلطه. والسلام عليكم.